اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الفل والجمال ومساء الفل والجمال على اللي بيشوفوني بالليل. اخباركم ايه النهارده بقى مع بعض؟ معانا اكله جديده. النهارده هنعمل بطاطس زي ما انتم شايفين كده. هعمل بطاطس بوريه مع الكبده. قلنا بقى نغير بقى، يعني مش كل مره مكرونه الواحد معاها مع الكبده، فقلنا نغير هنعمل بطاطس بوريه وهعملها تاني معاكم النهارده. عندنا كمان ايه حزمتين من البقدونس اهو زي ما انتم شايفين جميل ازاي. وعندنا التوابل بتاعتنا، تعالوا نشوف الاول ايه. اول حاجه انا عندي معلقه توم اللي هو فريش، طبعا بيبقى مطحون فريش بيبقى جميل. معلقه كزبره، معلقه السبع بهارات، معلقه ملح، معلقه كمون كبيره. كل دول نحطهم فين؟ نحطهم على الكبده كده. مع كمان نص ليمونه او ليمونه اهو. اقلب بس الاول ايه الكبده كده زي ما انتم شايفين كده. كزبره بالملح بالكمون بالبهارات السبعه اهو. طبعا معانا الرده، احنا هنقلي ايه الكبده ديت هنعملها بالرده. بصوا الشرايح انا قايله للجزار يقطعها لي شرايح رفيعه رقيقه اهو. تعالوا بقى ايه نعمل بقى مع بعض احلى ايه احلى كبده. والبضايه طبعا اللي احنا هنستخدمها للبطاطس البوريه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. اول حاجه هعملها هحط الايه البطاطس على النار بمعلقه ملح واسيبها تستوي، وبعد ما تستوي نشوفها مع بعض. حطينا كده البطاطس على النار. نحط بقى ايه الليمونه كده، نعصر ليمونه. وما تخافيش الليمونه مش هيحصل حاجه ليها، هي بس بت ايه عشان الزفاره، بس ان احنا مش عايزين اي ريحه زفاره من الكبده اهو. زي ما انتم شايفين كده كده خلاص. عشان اتبلها بقى ايه، هي سيبها بس لمده نص ساعه، انا عاملاها قبليها بنص ساعه علشان خاطر ان احنا نتبلها مع بعض بالرد. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الايه الخضره عشان ان انا اعملها احطها من تحت الكبده. وهنا عندنا الكبده اهيت، والبطاطس انا سلقتها زي ما انتم شايفين كده. احط بقى معاها الايه البيضه، احط معاها فلفل اسود وهرسها حلو قوي كده. انا هرستها حلو قوي البيض. احط بقى معلقتين من الايه البقسماط الناعم. وبرده نفس الحكايه نستمر بقى ايه في الهرس بتاعها حلو قوي اهو. عايزه تحطي بقدونس حطيه، مش عايزه تحطيه اللي يريحك. انا حطيت الفلفل الاسود خلاص وحطيت البقسماط. بعد كده هعمل ايه؟ عندي الفيجيتار اللي هو الايه الحامي، هنزل على طول. هعمل هصبها وانزل على طول. هخلص واصبعها واوريها لكم برده. خليكم بقى معايا هنا. هعمل ايه هنا؟ طبعا هنعمل طبق سلطه حلو. هنزل الكبده، طبعا هي اتبلت اكتر من ساعتين على فكره اهي. كل ما تتبل اكتر كل ما تبقى احسن. ننزلها في الرده. خلي بالنا ان في رده ناعمه يا جماعه وفي رده خشنه، يعني الرده الخشنه دي ما تنفعش خالص ليها خالص اهي. اكله سريعه وسهله. لو انت محتاره ان انت تعملي الاكل ايه، سريعه وسهله. هخلص بقى الايه السلطه وهعمل كل الحاجات دي كلها عشان خاطر برضو مش عايزه ان انا اطول عليكم الايه الفيديو اهو. انا اهم حاجه عندي المفيد ان انتوا تشوفوا الاكله ايه. عايزه تنوعي من اكلك، مش شرط ان احنا نعمل مكرونه مع الكبده. عايزه تعملي بطاطس محمره بس اعملي. بس اليومين دول اغلبيه البطاطس بتبقى محلونه، يعني بتبقى مش حلوه. فالاحسن لك ان انت تعمليها زي ما هعملها البطاطس البوريه، بتبقى جميله جدا والولاد بيحبوها قوي وبتبقى طعمها جميل جدا اهو.
وبتتعمل بقى على عشاء، تعمليها على غدا. هخلص بقى كل الحاجات دي وارجع لكم برضو تاني عشان تشوفوا انا خلصت ايه وعملت ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا صبعتها اهي، اخر واحد بس هعمله معاكم، مفيهوش اي حاجه. اهم حاجه ان احنا نشيلها في الفريزر، لازم ان هي تكون ماسكه نفسها في الفريزر عشان قبل ما نقليها. كده بقى هنحط بقى الايه البطاطس، انا خرجتها من الفريزر. احنا قلنا نخليها حتى لمده ساعه في الفريزر، لو سبتيها اكتر كل ما تسيبيها اكتر كل ما تبقى احسن. بقى كده البطاطس بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقلبيهاش الا لما ايه، اما تلاقيها اللون بتاعها خلاص بقى ذهبي، وتقلبيها بالراحه يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده انا خرجت البطاطس. معلش جات لي مكالمه معرفتش ان انا اصور لكم وهي ايه خارجه ازاي. بص منظرها عامله ازاي اهي. زي بقى ما انتوا شايفين كده هنقلي الايه الكبده. طبعا عشان الزيت عملنا ايه يعني، صفينا الزيت اللي ايه اللي طلع من البطاطس، وحطينا بس شويه زيت كمان عليه عشان خاطر نقلي بقى الايه الكبده اهو. نقلب بقى على طول كده، خلي بالنا ما بتاخدش وقت خالص الكبده اهي على الناحيتين، وعلى طول نطلع على طول. طلع بقى على البقدونس على طول زي ما طلعنا على البطاطس كده اهو. بص البطاطس انا مطلعاها على البقدونس، وهنا برضو هنطلع الكبده برضو على البقدونس. متاخدش وقت، بنطلع على طول اهو، نصفيها من الزيت ونخلص. طبعا عشان انا بصور مش شايفه ايدي راحت فين وجايه منين. نحط بقى غيرها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الريحه بقى روعه، ريحه الكبده جميله جدا جدا جدا. كده بقى هنحط بقى الايه البطاطس، انا خرجتها من الفريزر. احنا قلنا نخليها حتى لمده ساعه في الفريزر، لو سبتيها اكتر كل ما تسيبيها اكتر كل ما تبقى احسن. بقى كده البطاطس بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقلبيهاش الا لما ايه، اما تلاقيها اللون بتاعها خلاص بقى ذهبي، وتقلبيها بالراحه يا جماعه. وكده انا خلصت الكبده زي ما انتوا شايفين اهو، وخلصت البطاطس البوريه. طبعا بنحط اي حاجه نزين بيها، طماطمايه نقشرها زي ما احنا ما عارفين. طبعا ديت بصوا مقرمشه ازاي وجميله. عندنا البطاطس تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. طيب وادي كمان طبق السلطه الجميل بتاعنا، عشان تبقى ايه كده انا خلصت الاكله بتاعتي كامله ومتكامله بعيشها بكل حاجه. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ لياسمين، وكمان اضغطي اللايك، وكمان تعليقاتك الجميله علشان نقدر نكمل مع بعض. ولو انت عوزتي اي اكله قوليلي في التعليقات، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.